ازيكم عاملين؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. النهارده فيديو للناس اللي لسه ما بداتش وخلاص الدنيا ازمت معاها وبدات تتوتر. انا بيجيلي حوالي 100 رساله كل يوم في المحتوى ده، ان احنا مش عارفين نذاكر ومش عارفين نبدا ازاي. خلاص احنا يعني النهارده نعتبر اخر جدول هنزله بقى، يعني اخر نداء لطياره الضحى فعلا. تمام. بدأنا فعلا بقى وقت الجد، ما فيهوش الموضوع، ما فيهوش هزار، ما فيش توتر من حاجه. احنا كده كده اصلا بنسعى ان احنا نجيب تقدير، فلو انت كنت عايز تنجح دي لها قصه، واللي انا بتكلم فيه انك تجيب تقدير لها قصه تانية. اولا هنعرف نذاكر ونجيب تقدير، الوقت كافي، بس نبدا. بكره الفيديو ده بتاريخ 9/12، بكره ان شاء الله بدايتنا 10/12. طيب هنعمل ايه؟ هنقول بعض الخطوات البسيطه كده. اول حاجه هنثبت 4 ساعات يوميا مذاكره. 4 ساعات مش كتير، الاربع ساعات قدامك 20 ساعه. 10 ساعات هتنامهم و10 ساعات تقضي فيهم اللي انت عايزه. تمام. يبقى 4 ساعات اساسي تعتكف. الاربع ساعات دول تقفل على نفسك، الاربع ساعات دول ما تحطليش موبايل جنبك، ما تسمعليش حاجه، ما تحاولش ان حد يفصلك، عشان يبقوا 4 ساعات بمقام 10 ساعات. ولكن لو انت هتفضل بقى قاعد في الاربع ساعات دول، قاعد تتبع الواتس بيقول ايه، والفيس بيقول ايه، واصحابك بيقولوا ايه، واللي داخل الاوضه بيقول ايه، يبقى احنا بنضيع وقت وبنضيع مجهود وبنضيع ذهن، مش هتعرف تستوعب معلومه بعد كده. تمام. يبقى الاربع ساعات مقطوعين عن العالم حرفيا. تمام. تاني حاجه هنذاكر في الوقت اللي ذهننا صافي فيه، بمعنى يعني انت هتصحى الصبح مثلا، من الناس اللي بتحب تذاكر الصبح، يبقى انا هصحى الصبح، صلاتي افطاري ايا كان، بعد كده هبدا الاربع ساعات هنقطع فيهم عن الحياه، وبعد كده ابدا مهامي اليوميه بقى. تمام. ما تقومش غير للصلاه بس. طيب انا واحد بعرف اذاكر بالليل، وانا كنت من ضمن الناس دي. تمام. هذاكر مثلا من 12 ل 4 لحد الفجر، واصلي الفجر وانام، وهكذا كل يوم. المهم ان انا اذاكر مش في نهايه اليوم، يعني ما اقعدش اهرب بقى طول اليوم بمعنى اصح كده، لان انا كنت في مراحل دراسيه قبل كده وعارفه الدنيا ماشيه ازاي، ولحد دلوقتي الواحد لما بيحب يعمل حاجه بيعملها وهو ذهنه صافي، عشان اقدر انجز فيها وعشان اقدر استوعب فيها. لكن ما اقعدش اقضي طول اليوم حاجات كتير وفي الاخر بقى افتكر المذاكره بالليل بعد ما مجهودي يكون راح. لا، لازم تستوعب في الوقت، او لازم تذاكر في الوقت اللي انت تقدر تستوعب فيه كويس، ويكون ذهنك صافي للمعلومه واستقبال المعلومه. خاصه ان في مواد بتحتاج ان انت تفهمها وانت اعصابك هاديه وانت ذهنك صافي، زي طبعا المدني والمنظمات. طبعا الناس اللي بتذاكر عارفه الكلام ده. تمام. الجدول بقى نيجي عند المهم. احنا بدايتنا 10/12، متوسط عدد المواد في الاربع فرق 5. تمام. هنقدر نقول احيانا بيبقوا 4 لو معاك ماده اللغه. ماده اللغه اركنها بين الامتحانات، مش مجالنا دلوقتي خالص. طيب كل يوم او كل يومين هناخد ماده. طب هيكفوا؟ ما انا هقول لك هيكفوا ازاي دلوقتي. المهم ان احنا هناخد 4 مواد في 8 ايام، وبعد كده هسيب 9 ايام لاول ماده. طيب نيجي بقى لكل ماده هناخد لها يومين. هنعمل ايه دلوقتي؟ هتقدر تذاكر المهم فقط في اليومين دول بس. المهم دول هيطلع لهم مثلا 30 ورقه. 30 ورقه يعني كل يوم 15 ورقه، مش كتير. في 4 ساعات حد ادنى مش كتير، مش كتير خالص. لو انت ما قريتش المنهج قبل كده هتعرف تستوعبه. طيب انا النهارده ذاكرت 15 ورقه، بكره هقرا ال 15 ورقه القدام، مش هسمعهم، لا هقراهم بس، واجي كمان اذاكر ال 15 ماده الجداد. يبقى انا كده ضمنت المهم، المهم بس. تمام. طيب انا المهم هعرفه ازاي؟ المهم عندك 3 حاجات. اول حاجه، لا اما انت معاك فاينل، طبعا الفاينل اللي متاح دلوقتي فاينل رايت، ودي احسن مذكرات موجوده وانا قلت عليها كتير قبل كده. فاينل رايت. تمام. طيب هعمل ايه فاينل رايت؟ فاينل رايت هتلاقي كل سؤال جنبه جه في سنه من السنين اذاكره، لان السؤال ده مهم. السؤال اللي مش جنبه عدد سنين او جنبه سنه كام، يبقى انا ده اركنه دلوقتي، مش هسيبه بس اركنه بس دلوقتي، اضمن حتى 3/4 الماده. تمام. ابدا اذاكر بالمنظر ده، هخلص نص المذكره او 3/4، وهيبقى لي الربع في يومين. يبقى انا كده ضمنت ونفسيتي هدت واعصابي هدت. طيب انا مش عايزه اذاكر غير من الكتاب. حلو، ذاكر من الكتاب، بس هتضطر ان انت تجيب امتحانات سنين فاتت وتشوف الاسئله اللي جت في الامتحانات وتبدا تطلعها من الكتاب وتبدا تذاكرها.
هو ده هيحتاج منك مجهود وشويه، يعني مجهود اضافي. تمام، مع ملاحظه ان في اسئله ممكن ما تلاقيهاش في الكتاب لان في كتب متغيره كتير السنه دي. طيب، عندي نقطه، بعض المواد في بعض الفرق. علم العقاب يتذاكر كل المقرر، ليه؟ لان الكتاب اول سنه ينزل، فاللي هيتوقع فيه المهم هيبقى تكهن من الواحد، لكن مش متوقع من الامتحانات، لان احنا مش عارفين اتجاه الدكتور هيبقى يكون شكله ايه، ولكن المقرر بتاعه بسيط. عندي كمان مادة تاريخ القانون الروماني والاسلامي هيتذاكر كله. ليه؟ لان الروماني والاسلامي اول سنة ينزل، واحنا لما هنقول مهم فيه ده تكهن مننا، مش اللي هو اتكرر في الامتحانات كتير. تمام، فناخد بالنا للامانة من المادتين دول. تمام، ده بالنسبة للفرقتين دول. عندي كمان بالنسبة للامتحانات اللي انت ممكن ما تلاقيهاش، الاسئلة ما تلاقيهاش في الكتاب، عادي، ده الكتاب مش يعني في كتب متغيرة برضو في ثالثة ورابعة كتير، فاعرفها من الفهرس اسهل لك. في الفهرس هتعرف ايه الموضوع تطلعه بسهولة. تمام. طيب، انا بذاكر من فاينل معين والفاينل ده منزلش، دي مشكلة هتقابلك، هتضطر ان انت تذاكر برضو من الكتاب، لكن عشان تستنى الفاينل لما ينزل يبقى انت كده يعني بنلعب في منطقة خطر حقيقي، للأمانة والله احنا بنلعب في منطقة خطر. المناهج مليانة كلام ومحتاجة مذاكرة ومحتاجة تركيز. تمام. طيب، انا كده قلت ان انا هذاكر كل مادة المهم بس فيها، وهنطلعه ازاي في يومين كده. يبقى انا هذاكر ال4 مواد في 8 ايام. هاجي اذاكر بقى اول مادة اللي انا هذاكرها دي، هعمل فيها ايه؟ هذاكر ازاي؟ 4 ايام هذاكر المادة كاملة، مهم ومش مهم. حلو. هذاكر في ال3 اللي بعدهم هذاكر المهم بس. طبعا انا لما اذاكر في ال4 ايام هقرا النهارده 20 ورقة، هذاكر 20 ورقة، بكره هقراهم واذاكر الجديد، وهكذا هقرا بس. هنيجي بعد ال4 ايام دول، ال3 ايام هاخد المنهج المهم بس. حلو. بعد المهم هيبقى عندي فاضل لي يوم، انا هسيب لاول ماده 8 ايام، هيبقى عندي فاضل لي يوم. اليوم ده هقرا المنهج كله تاني قبل ما ادخل الامتحان، امسك المهم فقط لا غير. يبقى انا كده نفسيا هاديه، مذاكره كويس، بدل المره ذاكرت، احنا كده تقريبا ذاكرنا 5 مرات. تمام. ده اخر جدول بجد. مش عايزين نلعب غير على الامتياز، الجدول ده يقدر يجيب امتياز. حته انك بتذاكر وتنسى، قلت لك ما تسمعش، عشان ده مش وقت تسميع، ولا اصلا مش عايزه ادخل في مجال حته بقى الشيطان ان هو يخليني ان انا مش عارف اسمع. طبيعي جدا ان انت مش هتعرف تجمع 100% من الماده، لازم تجمع اول مذاكره 30%، تاني مره هتذاكر 30%، هتبقى 60%، تالت مره 90%، وده المطلوب. لكن حته ان انت تجمع 100% مستحيل، دي بتبقى قدرات لبعض الناس، قدرات خاصه يعني. تمام. ده بالنسبه للجدول وطريقه المذاكره. اي استفسار انا معاكم. بالنسبه للناس اللي معانا في كورسات الاونلاين، ان شاء الله كل المواد هتبقى متاحه، يعني كل المواد هتبقى كامله، الحاجات اللي ناقصه هتنزل خلال الاسبوع ده. فكل ما عليكم ان انتوا تذاكروا اللي نزل بنفس الطريقه، السؤال تسمعه وبعد كده تذاكر من فاينل، كلكم تتعاملوا بفاينل رايت، يبقى نذاكر من فاينل رايت على طول. في خلال الاسبوع ده هتكون كل الامور تمام جدا، وكل المواد معاكم ممتازه. اشوفكم على خير ان شاء الله. ولو في اي استفسارات رقمي 010 92 78 5211، ابعتولي على الواتس او التليجرام. هخلص كل اللي ورايا الكورسات الاونلاين وارد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام.